يوم جديد، يوم عظيم، والاحتفالات لسه شغالة ومكملين لحد ماتش الريال ولحد بعد ماتش الريال ايا كانت نتيجته ايه. وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي ان شاء الله، اللي مشرفنا ومشرف مصر ومشرف افريقيا ومشرف الوطن العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم اكبر بائس محلي محروم مديون، بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابة. قبل اي حاجه، اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 مشاهده و3000 لايك. وشكرا جدا لكل اللي بيدعموني. خلصنا احتفالات بالاهلي ولسه هنحتفل تاني، بس خلينا نرد على صفحات الزمالك والزملكاويه المحروقين، ونشوف عظمه النادي الاهلي، ونشوف الصفحات العالميه اللي بتشيد بالنادي الاهلي، ونشوف صفحة ريال مدريد الشخصية الرسمية اللي انت بتلعب فيه في البلاي ستيشن ياض يا بائس يا محلي، وهي بتحدد موعد لقاء كبير افريقيا وكبير اوروبا، بطل القرن الافريقي وبطل القرن الاوروبي، في مباراة ملحمية الكل في انتظارها ما بين الاهلي وريال مدريد. نبدأ طبعا بالاستاذه ساره عبد الباقي اللي بتقول لك دوره رمضانيه، كاس العالم من الانديه دوره رمضانيه، كاس العالم من الانديه اللي احنا عمرنا ما رحناه ولا شاركنا فيه ولا عتبنا اصلا النهائي ده غير مرتين اخر 20 سنه. نهائي افريقيا ده رحنا مرتين اخر 20 سنه، ومرتين خسرنا من موسيماني، فبقى دوره رمضانيه. بس كاس الرابطه 100 100، بس كاس سوبر لوسيل بطوله دوليه معترف بيها، بتودي لكاس العالم للادويه معروفه. سوبر لوسيل يا جدعان، في حد ما يعرفش السوبر لوسيل؟ انما كاس العالم للانديه لا يا عم، دي دوره رمضانيه. وتصريح تاني طبعا للاستاذ الدرديري، بيقول كده: خلصنا بطوله كاس العالم من المدارس، نبدا بقى بطوله كاس العالم من الانديه. لا، يا بطوله كاس العالم من المدارس هتبدا والله يوم الاثنين، الزمالك عنده ماتش مع فاركو. دي فعلا دوري، ده دوري شركات بقى، ده دوري شركات مش دوري مدارس. فنسكت ونستمتع. تعالوا نستمتع بقى وسيبكم من الهري ده. صفحة ريال مدريد الشخصية والرسمية على الفيسبوك بتقول: منافسنا في نصف نهائي كأس العالم من الأندية هو الأهلي. منافسنا في نصف نهائي كأس العالم من الأندية سيكون الأهلي كبير أفريقيا. كبير أفريقيا ونادي القرن الأفريقي في مواجهة نادي القرن الأوروبي. مين كان يتخيل ويصدق إن الأهلي هيعمل كل ده؟ والاهلي مش هو ده مستواه المعهود. الاهلي حصل تضارب كتير في الدوري، تعطل مباريات كتيره كلها تعادل، الاهلي ما خسرش لحد دلوقتي. واول مباراه ممكن معرض انه يخسرها هي امام ريال مدريد. يكفي ان مفيش اي فريق لا في افريقيا ولا في الدوري المصري ولا في اي بطوله قدر ان هو يكسب الاهلي، ولا كاس العالم للانديه. المباراة القادمة للأهلي هي المباراة 23 دون خسارة أمام ريال مدريد. هو منافس بالطبع، هو صعب جدا. اسمع بقى ديل بوسكي مدير فني ريال مدريد السابق عام 2000 و2001، ومدير فني منتخب أسبانيا الحائز معاه بكأس العالم واليورو. اسمع ديل بوسكي بيقول إيه: الهزيمة في مباراة الأهلي الودية عام 2001 جاءت بسبب ارتفاع درجات الحرارة. يعني ارتفاع درجة الحرارة عادي، فريق مش متأقلم على الوضع. مش الاهلي خدوا لففوا الاهرامات واكلوا فول والكلام الخايب ده. كما اننا كنا مرهقين، لكنها كانت مباراة مفيدة في فترة الاعداد قبل بداية موسم 2001-2002، ما ساعدنا على التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا في النهاية. انه بيذكر ان مباراته مع النادي الاهلي كانت فترة اعداد كويسة واعدته اعداد كويس، والهزيمه دي كانت سبب في استعاده ريال مدريد ثقته وان هو ياخد دوري ابطال اوروبا. ده ديل بوسكي، مش ديل محمد الدرديري، مش ديل سارة عبد الباقي. ده ديل بوسكي الاسباني المخضرم، صاحب كاس العالم واليورو مع منتخب اسبانيا، وصاحب انجازات مع ريال مدريد. يا راجل، ده في واحد مكسيكي، ده في واحد امريكي بيرد على واحد مكسيكي بيحفل عليه. يعني واحد مكسيكي بيقول لواحد امريكي: انتوا ازاي خسرتوا من الاهلي؟ قام الامريكي ردد عليه ببوست بيقول له: احنا لما لعبنا الاهلي كان عنده الغيابات دي كلها.
يعني احنا لما لعبنا الاهلي وكان كان عنده الغيابات دي كلها، انما انتوا لما لعبتوا الاهلي كان كامل القائمه، كان القائمه كامله. فشوفوا الاجانب بيحفلوا على بعض بالاهلي، الاجانب بيحفلوا على بعض ومصدر قوتهم الاهلي الاجانب. صفحة راديو ماركا بتقول الأهلي فريق عظيم وفريق كبير وبطل القرن الأفريقي يستهل مشواره لمواجهة بطل القرن الأوروبي. وصفحات عالمية، صفحات عالمية، صحيفة ماركا الأسبانية بتقول الأهلي ملك أفريقيا العظيم في مواجهة ريال مدريد. ووصفت الصحيفة الإسبانية الأهلي بملك أفريقيا العظيم والذي سيلتقي مع ريال مدريد في مواجهة مرتقبة يوم الأربعاء المقبل. مواجهة مرتقبة، الجميع ينتظر المباراة يا جماعة. تيكت هيبقى عليه نادي الأهلي ونادي ريال مدريد في مواجهة رسمية. اسمع بقى أستاذ عادل الكعبي يقول إيه، عشان لازم يدوم حتة قصف جبهات. الأهلي لم ينجح في ضم مهاجم، أبحث عن عمولة الوكيل. كلم يا وكيل، الاهلي مش لاقي مهاجم عشان بيدور على العموله بتاعت الوكيل الاول. كلم يا وكيل، كلم استاذ عمرو، استاذ عدلي القيعي. صفحه كاس العالم للانديه على صفحتها الشخصيه بتقول هذا هو قفشه وهذه هي عاداته وتسديداته. خلاص كله عرف قفشه. شوف العرب هما بيفتخروا بالاهلي. عامر عبد الله معلق رياضي، مش عارف هو منين بصراحه، روح الفانيلا الحمراء مثل مسلسل ليالي الحلميه، حلقات لا تنتهي فيها روح الفلاح والباشا والعامل والاستاذ. الاهلي حاجه كبيره في الوطن العربي وافريقيا، ليس الاغنى ولا الاكثر نجوما ولا دعما، ولكن يملك سر هو الولاء للشعار فقط. الله عليك، اقسم بالله الناس اللي من بره، العرب اخواتنا اللي من بره عارفين سر نقطه قوه الاهلي، هو الشعار للولاء فقط. الاستاذ وليد الفراج اعلامي سعودي طبعا معروف، لو فاز الاهلي على ريال مدريد سياتي احدهم ويقول الفوز كان بالحظ. والله ايوه اقسم بالله. لا، وممكن احدهم كمان يقول لك ريال مدريد ده ضعيف اصلا، دي فرقه عاديه، ده بص ده تاني الدوري الاسباني ولسه متعادل مش عارف مع فالنسيا ولا مش عارف ايه، والدنيا بايظه معاه ومش في حالته وبنزيما مصاب وفرقه عاديه يعني، وتلاقيه فوت الماتش للاهلي. تلاقي بيريز قعد مع الخطيب واتفق معاه والخطيب اداله ساعات، هتلاقي اي هري بقى طلع، هتلاقي اي هري طلع. انا مش هتكلم في اخبار الزمالك في الفيديو ده اصلا، انا في الفيديو ده برد على كل بائس محلي، مش محتاجه كلام تاني بجد. انتوا عايزين ايه تاني من الدنيا؟ انتوا عايزين اصلا الاهلي مش بيعمل كده مستني رايك، خلي رايك على جنب بس خليك عندك منطقيه يا سيدي. لو انا بطبل على حاجه واقعيه حقيقيه حاصله. هو لو انا بطبل هبقى انا والاعلام السعودي والاعلام المغربي والاعلام الاماراتي والاعلام العربي والاعلام العالمي وكل الاعلام بيطبل للاهلي، كل الاعلام العالمي والعربي بيطبل للاهلي. الاهلي هيلاعب ريال مدريد في نص النهائي واحنا لسه بنتكلم في بطوله احنا عمرنا ما شاركنا فيها. دمت بائس محلي، ودام الاهلي بانجازاته وبطولاته وارقامه ولاعيبته ورجالته ورؤساء انديته اللي بيكملوا مش بيقطعوا في بعض. بس كده، ده كان فيديو النهارده. قبل اي حاجه اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 مشاهده و3000 لايك. سلام عليكم.